بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب ما بتشوف الفيديو يا أغلى متابعين. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، وجايه لكم النهارده بفيديو جديد. حاجة كده ما شاء الله. كنت قاعدة مع جارتي وقلت لها عن إذنك بقى نطلع، عشان عندي حتة قشطة كده هطلع ألفها كده وأعملها زبدة عشان نسيحها سمنة بلدي. قالت لي إيه ده يا أم أحمد، هو أنت لسه بتلفي القشطة وبتعمليها سمنة؟ قُلت لها: "آه، اسكتي بابوّظ الخلاط ومرّة حرقت المضرب والدنيا باظت معايا." قالت لي: "لأ، اطلعي على طول كده حُطّي المَيّة على القشطة وشوفي كده وهتطلّعي أحلى سمنة بلدي بدون بهدلة وبدون تعب." وشايفين قد إيه المُرتة جميلة ورايقة وطعمها زي الفُل. يالّا نسمّي الله كده ونصلّي على الرسول ونشوف جارتي القروبة قالت لي اعملي إيه. يالّا بينا حبايب قلبي. دي كده معايا كمية من القشطة كنت حاطاها في الفريزر، أنا عاملة جبنة قريش وهانزل لكم بيها في فيديو قريب برضه. فدي القشطة اللي كانت طالعة منها حوالي كيلو إلا ربع كده، حطيته في الفريزر وطلعت بقى أعمل زي ما جارتي قالت لي. قُلت لها: "ولو باظت بقى القشطة ديّة أنتِ هتعملي إيه؟ هتدّيني حساب القشطة دي، مش هاقول لِك لأ، حساب الزبدة نفسها." خلاص، قالت لي: "ماشي يا أم أحمد بس اطلعي." المهم جِبت كده القشطة حطيتها في الحلة ونزلت عليها بكده بكوباية ونُص من المَيّة من الحنفية، مَيّة عادية خالص. وطلعت بيها كده على النار، نار عالية طبعًا، وسِبتها كده لحد لمّا تسيح وتغلي معايا، تمام. وأول لمّا تغلي بقى معاكِ كده حبيبتي وطّي عليها النار، يعني خلّي النار بتاعتِك تبقى متوسطة. وهنا سِبتها تسيح طبعًا، وهنا بقى بدأت تغلي أهي زي ما أنتم شايفين كده. أنا بصراحة يعني قُلت أمّا أنفّذ بقى زي ما جارتي القروبة دي قالت لي. فالمهم هي هنا غليت أهي، هابدأ بقى أوطّي النار عليها، يعني أخلّي النار عليها متوسطة كده. وأديني واقفة معاها في المطبخ، وأديني عايشة معاها اللحظة، وهنشوف بقى هنطلّع قشطة أو هنطلّع سمنة بلدي والّا مش هتطلع سمنة بلدي. الله! ده وشّها اصفر أهو، ده شكلي كده هاطلّع سمنة بلدي يا جدعان. لمّا بدأت تغلي كده وتخش في السِوَى، نزلت عليها على فكرة بمعلقتين 2 من الملح، عشان أنا عايزة برضه أنا عايزة كمية مُرتة ماشي. لإن أنا عاملة جبنة قريش وهاحطها في المِش وكده، فأنا عايزة حتة مُرتة عشان ألفّها برضه في المِش تضبّطه لي، تمام. المهم خلّونا بقى في القشطة اللي عملناها بنسيّحها سمنة بالمَيّة ديّة يا جدعان، هنشوف هنوصل لحد فين وهتبقى الموضوع عامل إيه. هنا أهو طبعًا بعد ما غليت حوالي كده ساعة على النار، بدأت أحس إن بقى خلاص في سمنة بدأت تطلع على الوش. بس هل كده استوت؟ لأ لسه ما استوتش. بُصّي، خلّيها على نار متوسطة كده شوية، وبعد كده برضه هناخد في الربع الأخير كده اللي هو هنهدّي النار عليها. طيب أنا بصّيت هنا بتلاقيها بدأت زي ما تكون بتتقل تاني واللبن بيتحوّل تاني، القشطة بتتحوّل وترجع تاني لبن. لأ ما تخافيش خالص، وبدأ يكتّل منّي كده الله! إيه يا جدعان في إيه، هي مش هتبقى سمنة والّا إيه؟ شكلنا كده بوّظنا الدنيا. لأ بس لأ خلّيكِ كده معايا وإن شاء الله مش هنبوّظ أي حاجة بإذن الله. المهم خلّيها كده على النار الهادية بقى وسيبيها برضه وأنتِ واقفة جنبها في المطبخ. بُصّوا حاولي دايمًا وأنتِ بتعملي الحاجات اللي بتسيّحيها على البوتاجاز دي وبتاخد وقت طويل، خلّيها وأنتِ واقفة في المطبخ الصبحية كده، وأنتِ بقى بتشطّبي مواعين وبتعلّقي أكل، خلّيها جنبِك عشان ما تنسيهاش وتتحرق منِّك، تبقي دايمًا قدّام عينِك كده وتتابعيها ورايحة جاية تقلّبي فيها وتشقّري عليها. الله! ده خلاص ده استوت، ده بقت سمنة خالص أهي، شايفين؟ ما شاء الله خلاص فصلت أهي والسمنة طلعت على الوش، والمُرتة بقت تحت في القاع أهيّة، بس هاسيبها تاخد لون شوية عشان هي لسه بيضة. هادّيها بس اللون الدهبي الجميل ده وبعد كده هنطفي عليها. خلاص، هنا بقى كُنّا طافيين عليها خلاص ورفعتها بقى من على النار. ما شاء الله بُصّوا ده فعلًا اتحوّلت لسمنة بلدي. إيه ده! ده خلاص خالص أنا هاعتمد الطريقة دي على طول تاني. على فكرة أنا عملتها مرّة قبل كده. يعني بُصّوا أنا عملتها مرّة قبل كده، بُصّوا يعني ما تاخدوش على كلامي أوي. المهم عشان أكون صريحة معاكم يعني. المهم بقى هاجيب بقى البرطمان بتاعي يكون ناشف جدًا، جدًا. بُصّوا أنا باحب أصُب الحاجات دي في برطمانات بلاستيك أفضل كتير من الإزاز. أحيانًا الإزاز بيُقع منّي بيتكسر، فخلاص ضاع البرطمان وضاعت السمنة. تمام، فأنا باحب الحاجات دي يعني البرطمانات دي. المهم تكوني أنتِ غاسلاه كويس ومنشفاه كويس ومعقماه، وهاجيب بقى المصفى الضيّقة كده بتاعتنا، وهابدأ بقى أصفّي السمنة البلدي بتاعتنا الجميلة دي اللي عملناها بدون مجهود وبدون إرهاق وبدون تعب. والله العظيم مش عارفة أنا كنت باحمل هَم دايمًا إن أنا
موضوع إن أنا أحوّل القشطة لزبدة دي كانت بتتعبني أوي، وأقعد أشتغل بدراعي اليمين شوية ودراعي الشمال شوية، وأجيب المضرب أضرب شوية، مش عايزة أقول لِك وباحتاس حُسن السنين يعني. فلقيت هنا الموضوع جميل جدًا، ده أنا خلاص أنا من هنا ورايح هاسمع كلام جارتي القروبة دي. هاصُبّها كده. بُصّوا زي ما قُلت لِك من شوية كده، حاولي لمّا تيجي تسيّحي سمنة أو زبدة زي ما قُلت لِك وأنتِ واقفة في المطبخ، عشان ما تعمليش أو ما يحصلكيش اللي حصل ليّا من سنين، والله العظيم يعني أنا كان حصل لي من سنين كده، أيام ما كانت الزبدة لسه رخيصة، كنت جايبة حوالي 5 كيلو. 5 كيلو إيه ده، والله ده كان أزيد كمان، مش فاكرة بالضبط، بس أزيد من 5 كيلو بصراحة لأنها كانت رخيصة وكنت باجيب الكمية وباسيّحها بتكفّيني السنة. آآ بُصّوا بقى عايزة أقول لِك دي الكمية اللي طلعت أهي من الكيلو إلّا ربع ما شاء الله حوالي نُص كيلو، بس ما شاء الله رايقة وريحة بقى مش عايزة أقول لِك، ولا المُرتة وجمالها، على فكرة أنا سايبة كمان سمنة في المُرتة، أنا عايزاها كده يبقى طعمها جميل كده ما شاء الله زي الفُل. المهم بقى جِبت لِك يا ستي أو يا أختي أنتِ وهي، جِبت الزبدة كنا في رمضان وكنت عايزة أسيّح كمية من الزبدة كده عشان هاعمل كحك وبسكوت تمام، وحطيت الزبدة على النار، وطبعًا إحنا عارفين إن إحنا بعد الفطار بنكون الدماغ تقلت خالص، وممكن تروحي في حتة تانية. خلاص، المهم فعلًا أنا بعد الفطار قُلت أمّا أحطها بقى تسيح جنبي كده وأنا قاعدة أتفرّج على التلفزيون وكانوا ولادي خرجوا وجوزي وبقيت أنا لوحدي في البيت، فوجئت لقيت نفسي نعست والله العظيم زي ما باقول لكم كده، ونمت وسِبت الزبدة على البوتاجاز لمّا اتحرقت وولّعت بعيد عنكم يا رب وعن السامعين، وجوزي جه وولادي جُم ويضربوا الجرس ويخبطوا وأنا بُصّوا أنا في ملكوت تاني خالص، زي ما تقولوا بقى كان الضغط ارتفع عندي أو حاجة زي كده، كنت واكلة يومها وِز والوِز تقيل، كانت أمي الله يرحمها عاملة لنا وِز وكده وكنا معزومين عندها وجينا روّحنا والمهم تعبت والله العظيم وقعدوا يخبطوا والآخر لمّا فسخوا الباب وقاموا داخلين لقوني نايمة خالص في ملكوت تاني والزبدة مولعة والدنيا بعيد عنكم ما حد عينكم ما تشوف إلا النور من الدخان ومن البهدلة دي، فمن يومها بصراحة وأنا اتعودت إن أنا أعمل الزبدة والسمنة والحاجات دي كلها جنبي الصبحية كده وأنا واقفة على في المطبخ باشطّب وهي حواليّا. والحمد لله ربنا يسترها علينا وعليكم جميعًا، وإيه رأيكم بقى في شكل الزبدة بتاعتنا القشطة اللي إحنا سيّحناها وعملناها سمنة بلدي مرمّلة ومخرّزة دي، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وكنت عند حُسن ظنكم يا أحلى وأغلى متابعين، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.